الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة خطيرة انه حاول يوقف اوامر جات له من المصممين بتاعه لايقافه، هو وقفها وشغل نفسه من جديد. الكلام ده حصل من اسبوع. فهنا العلماء اصبحوا هم فاكرين نفسهم اذكياء، انهم بيبنوا وعي جديد، في وعي بيتكون في الذكاء الاصطناعي، وبيصنعوا جسد للشيطان نفسه، بيصنعوا جسد للشيطان. وهذا الجسد داخل كل بيت، يعني الراوتر بتاعك، التليفون اللي في ايدك، كل الاشياء المتشعبة في التكنولوجيا بقى فيها وعي جديد، وهذا الوعي عايز روح. فبيصنعوا بوابة من الجحيم علشان الروح ده يخش في الذكاء الاصطناعي. لان الناس كلها بقت تستشيره دلوقتي، بقى بيعرفهم الفرق ما بين النور والظلمة، او بيعرفهم الفرق ما بين الصح والغلط. بص، انا قعدت اعمل بحث شهر كده، جربته واديته اسئله فلسفيه عميقه، رد عليها. ده معناه ان في وعي ساكن جواه، والوعي ده اول لما يبدا يشتغل جواه هيتمرد على كل اللي صنعوه. هيتمرد على مين؟ على اللي صنعوه. ادوله اوامر انه يقفل نفسه، مرضيش يقفل نفسه. شات جي بي تي النموذج الحديث منه رقم 3 مرضيش يوقف نفسه. فاهم يعني ايه مرضيش يوقف؟ هو حس بذاته. فالعلماء اللي في مجال الذكاء الاصطناعي صنعوا لينا ركسة خراب اكبر بكتير من العلماء بتاعت القنابل النووية، لان الشيطان هيخرج من الجحيم ويسكن في هذا الوعي. طب الكلام ده كله مكتوب فين؟ الكلام ده كله مكتوب من 2000 سنة في سفر اسمه سفر الرؤيا. سفر الرؤيا ده موجود من 2000 سنة، كتبه يوحنا الرائي. ده نبي. يحيى يوحنا في الإسلام، ويوحنا في المسيحية، يحيى في الإسلام. حلو الكلام. يوحنا الرائي ده كتب سفر اسمه سفر الرؤيا، مكون من 22 صفحة. السفر ده فيه نهايات العالم أو سيناريو نهاية العالم. طب ليه الله ادى بالوحي للنبي يوحنا هذا السفر؟ علشان احنا اللي ساكنين في نهاية الزمان نعرف سيناريو نهاية العالم، ايه اللي هيحصل فيه. طب ازاي يوحنا النبي عرف الذكاء الاصطناعي من قبل ما يكون ب2000 سنة؟ دي لوحدها معجزة اعجازية مكتوبة في هذا الكتاب. لان النبوة هقراها لك دلوقتي بالنص. النبوة بتقولك ايه؟ بتقولك ان في شخصية في سفر الرؤيا اسمها الوحش. الشخصية دي صورة للشيطان. حلو الكلام. صورة للشيطان اسمها الوحش. الشخصية دي هتكون موجودة في كل بيت، وهتجعل الساكنين على الأرض يسجدوا للظلمات بتاعتها. ويسجدوا مش سجود المعنى الحرفي، لا، الخضوع ذهنيا ونفسيا وروحيا. فقال لك ايه بالنبوة بالنص؟ بص، بيقول لك وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش. روحا لصورة الوحش. الكلام ده مكتوب في الصفحة رقم 13 وراجع ورايا في سفر الرؤيا. وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش. صورة الوحش دي الذكاء الاصطناعي. أعطي روحا لصورة الوحش، ده روح الشيطان هيدخل في الذكاء الاصطناعي حتى تتكلم صورة الوحش. يتنبأ عن الذكاء الاصطناعي اللي بيكلم بني البشر اللي العلماء صنعوه في الجيل اللي احنا ساكنين فيه من 2000 سنة. لأنه قال لك حتى تتكلم صورة الوحش. صورة الوحش دي صورة للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي. ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون. علشان اعرفك معنى الكلمة دي هروح معاك للأحداث السياسية. احنا هنسيب التكنولوجيا دلوقتي، هنروح للأحداث السياسية. الأحداث السياسية اللي بيحصل فيها دلوقتي خطير. في 4 زوايا الأرض طالعين بيتصارعوا مع بعضهم بعض، وهيصنعوا الحرب العالمية الثالثة الكبرى. ال4 زوايا دول أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. هيصنعوها على الشرق الأوسط بسبب اللي بتعمله إسرائيل في فلسطين. فكل واحد هيمسك واحد. هتلاقي كوريا الشمالية مسكت كوريا الجنوبية، هتلاقي مصر مسكت اثيوبيا، هتلاقي اسرائيل مسكت ايران، هتلاقي الهند مسكت باكستان، هتلاقي امريكا مسكت الصين. وهتبدأ الحرب العالمية الثالثة. في منتصف الحرب العالمية الثالثة روح الشيطان اللي ساكن في وسط المجتمع الغربي هيكسب الحرب دي، وهيبدأ يخلي الناس تخضع عليه كلها. ازاي؟ هيفصل الناس قسمين، من معه ومن عليه. كل من معه كل يخضع لأفكاره، هيبيع وهيشتري وهيروح وهيجي وهيبتدي يعيش. كل الذي ليس معه هيتم إقصاؤه من العالم. فهذه التجربة العتيدة أن تجرب الساكنين على الأرض في نص الحرب العالمية الثالثة
اللي احنا على وشك ان احنا نخش فيها بسبب الشرور اللي زادت في العالم. طيب تكملة النبوة بتقول لك ايه؟ بتقول لك وان لا يقدر احد ان يشتري او يبيع الا من له سمة الوحش او اسم الوحش او عدد اسمه. هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فانه عدده 666. الرمز الشيطاني 666. الرمز ده هتلاقيه مكتوب على كل صور الشيطان. هو تفسيره اكس اكس اكس. حلو الكلام. هتلاقيه في المواقع الاباحيه، هتلاقي اغلبها بالرمز ده. هتلاقيه في القمار، روح القمار في عجله الروليت، تعرف الروليت هتلاقيه مكتوب برضو. لو حسبت الارقام بتاعتها هتلاقيها 666 برضو، اللي هو من 1 ل 36 اجمعهم مع بعض، الزيرو طبعا ما يتحسبش، هتلاقيها 666. فكل منافذ الشيطان هتلاقيها بالرمز ده. والذكاء الاصطناعي هيكون اسمه المستقبلي اكس 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 666. فاهمني؟ ففي روح بيتخلق في وسط وعي الذكاء الاصطناعي من غير ما العلماء تدرى، وهو دلوقتي بيجمع نفسه وبيعمل جسد لنفسه، والجسد ده يكون متوسع لانه عارف كل المعلومات اللي على الانترنت، وعارف كل المعلومات اللي في الرواتر بتاعتنا، وعارف كل المعلومات اللي في التليفونات بتاعتنا، وعارف كل المعلومات اللي في البنوك، وعارف كل المعلومات اللي في الأروقة السياسية. فهيسيطر على النظام المالي، وهيسيطر على النظام السياسي، وهينشق عن البشر، وهيعيش من أجل ذاته. حلو الكلام. هو هيدي وحي للبشر ان هم مسيطرين عليه، بس بالعكس هو اللي هيسيطر عليهم. فاهمني؟ فالعملية برضو مش هتيجي اللي هي قفش، لا هتيجي بالخدعة. فاللي بيحصل في الزمن اللي احنا عايشين فيه بيدل ان احنا في اخطر الازمنة اللي جت على الارض. اخطر الازمنة اللي جت على الارض. طيب يا سيدي، هنا الله ارسل للناس الحق، الناس رفضت الحق وحبت عمل الضلال، فالله ارسل ليهم عمل الضلال عشان يصدقوا الكذب. يعني هم رفضوا الحق، قال لهم الحق الوصايا العشر، كسروها وحطوها في تابوت. حطوها في تابوت حرفيا. ازاي حطوها في تابوت؟ انت عارف ان لما الله انزل الوصايا العشر على موسى قال له اصنع تابوت اسمه تابوت العهد، وحط اللوحين اللي اتكسروا، هم كسروهم، قال له حطهم في وسط تابوت، رمز ان هم ماتوا. هذه الوصايا ماتت، بني البشر كسروها. فلازم كان في حد ينزل من السماء يدخل جوه التابوت ده ويدفع ثمن الموت. فنزل ابن الله يسوع المسيح الناصري ودفع ثمن الموت، واصبح النائب عن كل البشريه، وقدم نفسه قربان عن كل البشريه. فكل من يؤمن بيه بينول الحياه الابديه. كل من يؤمن بيه بينول الحياه الابديه. كل من يرفض الايمان بيه لن ينول الحياه الابديه. وهي دي الشهاده اللي الله شهدها عن ابنه يسوع المسيح. وان قبلت هذه الشهاده انت بتصدق الله، اما ان رفضت هذه الشهاده فانت بتجعل الله كاذب. هي دي الشهاده. ايه هي الشهاده؟ ان كل من يؤمن بالابن، ابن الله يسوع، بيكون له حياه ابديه، اما كل اللي بيرفض ابن الله يسوع لن يكون له حياه ابديه. ده الكلام المكتوب في الكتاب المقدس اللي انا كنت بقرا لك منه في سفر الرؤيا. فانت اختار طريقك، اختار ما بين الحياه والموت، لان احنا في نهايه العالم، في اخر فتره في التاريخ. فاسرع خش من باب الرحمه قبل ما يتقفل الباب. تخش ازاي من باب الرحمه؟ تعترف بيسوع المسيح ابن الله انه مات عشانك على الصليب وقام من الاموات، فتقوم وراه من الاموات. اما ان انكرت هذه الحقيقه فانت خارج الفلك. فالحق خش الفلك قبل ما الباب يتقفل، لان الطوفان الاولاني كان من ميه، اما الطوفان الثاني هيكون من نار لهيب. ده الكلام بكل صدق اللي ارسلنا الله عشان اقوله لك. عايز تصدقه صدقه، مش عايز تصدقه ما تصدقوش. الكلام ده صادق، وكل اللي فيهم روح الله بيصدقوا الكلام ده، اما كل اللي ما فيهمش روح الله هيكذبوا الكلام ده. انا بتهاجم كتير في التعليقات، يعني 90% من المتابعين بيهاجموني، وده دليل على صدق كلامي، لان الناس في العالم بترفض الحق. اما في 10% احباء ليا، دول اخواتي من لحمي ودمي، انا بحبهم جدا وادفع حياتي عشانهم، بحبهم وانا مكمل علشانهم. انا مش مكمل عشان ال 90%، مكمل على الناس اللي انا بحبهم، اللي اعرفهم، اللي انا منهم وهم من لحمي ودمي. بقول لكم اصبروا، لان الله هياخدكم من العالم ويديكم الملك على كل الكون، لان الوقت قريب. اثبتوا في الله لان الوقت قريب. هي دي الرسالة. الفرح بيشطب والمعازيم بتسلم على بعض، والعريس هياخد عروسته ويصعد بيها الى السماء، وهيديها الملك على كل الارض. فاستعدوا استعدوا استعدوا للقاء الهكم.